جربت انواع ايس كريم كتير في السوق والنتيجه طعمهم سيء. ده ايس كريم بالفانيلا طعمه زي طاقه من زيت النخيل. يا لهوي ده فيه زيت نخيل. ما كنتش اعرف. فقررت اعمل لكم ايس كريم في البيت بدون ماكينه بثلاث مكونات بس: كريمه، حليب مكثف، وفانيلا. حلو قوي. كريمه توصل للحراره 50 ل 60 وافتح الفانيلا بين وبظهرها اسحب كل البينز واحطها في الكريمه تنفيوز. ده هحطه معاها برضه واغطيها بلاستيك راب وادخلها التلاجة تبرد. لما تبرد خالص هصفي الكريمه من الفانيلا وارجع بقيه الكريمه واضربها. طبعا لو ما عندكوش فانيلا بين ممكن تستخدموا فانيلا اكسترا، هو بس يدوبك معلقتين فانيلا اكسترا. طبعا ضروري تضربوا الكريمه كويس قوي تبقى ستيف بيك ان هي ما تبقاش سايله. احط له كندالة ميلك على الويبنج كريم واقلبها بالشكل دوت عشان ما اطلعش الهواء اللي فيه. احطها في قالب واغطيها بلاستيك راب ويبقى لامس السطح بتاع الايس كريم. واخليها تفرز على الاقل 6 ساعات. طعمه صناعي، باين الفانيلا صناعيه. طبعا لو ما عندكوش فانيلا زي ديت استخدموا فانيلا اكستراكت عادي جدا. بس كده يا جماعه. البسكوت ده كلفني 7 جنيه.